السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس اللي فات في الجزء الأول من السلسلة دي شرحنا الدفاع الاسكندنافي، وشرحنا الوضع أو التفريع اللي بيطلع فيه الكوين أو الوزير على مربع ال A5. قلنا إن ده تفريع شرس وهجومي وأفكاره واضحة جدا. النهاردة يا جماعة جايين ندرس تفريع تاني مختلف شوية من الدفاع الاسكندنافي، وفي نهاية الحلقة دي هوريك ماتش الماجنس كارلسن ضد فابيانو كاروانا وهو بيطبق الأفكار اللي احنا هنشوفها في الفيديو ده. النهاردة هنشوف بعد ما يطلع بالحصان بتاعه يهدد الوزير، مش هيروح الوزير على ال A5، بل الوزير هيرجع على مربع ال D8، المربع الأصلي اللي هو بدأ منه. قبل ما نبتدي التفريع بعد إذنك ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله بتعب في الحلقات دي، يا ريت بس تحط لي لايك وكومنت وتشترك في القناة وتتابع السلسلة دي للنهاية، ويلا بينا نبتدي. طيب جميل جدا. انت لو فاكر احنا في التفريع اللي فات خدنا ايه؟ شرحت لك الشكل الرئيسي لانتشار القطع بتاعتك، وشرحت لك كمان الشكل الرئيسي للبيادق، البون ستراكشر او الهيكل البيدقي. وقلت لك لما الحصان بيطلع هنا يطلب، ثواني، لما كان الوزير بيجي هنا ياخد البيدق، بعدين الوزير بيتحرك على مربع ال A5 عشان يفضل في مكان نشيط. كل ده اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت. طيب احنا المرة دي جايين نشرح ايه؟ جايين نشرح تفريع مختلف من الاسكندنافيان ديفنس. هنرجع الحصان ده مكانه. فكرة التفريع ده ايه؟ لما بيطلب الوزير بتاعك، الوزير ما بيفضلش في مكانه طبعا انه هيتاكل، ولا بيروح على ال A5، بل الوزير بيرجع على مربعه الاصلي اللي هو ال D8. ايه الفرق بينه وبين الافتتاح اللي فات او الدفاع اللي فات؟ الفكرة انه الافتتاح دوت رجوع الوزير على مكانه الاصلي في الدي 8 هو صلب اكتر ومتزن اكتر، هي نقلة دفاعية اكتر. اما انك انت تروح بالكوين على ال A5 فدي نقلة شرسة اكتر، لانها بتسيب الوزير في مكان اكتف اكتر على الرقعة. خد بالك، معظم الجراند ماسترز اللي انا بشوفهم بيلعبوا بصراحة بشوفهم بيرجعوا بالوزير تاني على الدي 8، ودي حاجة انا مستغربها شوية، على الرغم من ان انا شايف ان النقلة دي نقلة قوية. ولكن الفكرة انه بدل ما كل شوية يتاخد تيمبو على الوزير بتاعك، يعني يلعب الخصم نقلة تهدد الوزير بتاعك فانت تضطر تجيبه على المربع ده او على المربع ده، لا انت بتجيبه مباشرة على مربع الدي 8 وبعدين تبتدي هجومك او التفريع بتاعك. طب يلا نشوف التفريع ده عامل ازاي. طيب تفريع الكوين على الدي 8 ليه شكلين مختلفين، تعال نشوفهم. كل النقلات دي خلاص اللي احنا شفناها قبل كده، بس بدل ما بروح هنا لأ، أنا برجع على مربع الدي التاني. هو ده الفرق. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ في هنا شكلين مختلفين. الشكل الأول هو الشكل الطبيعي اللي احنا شفناه مفهوش أي اختلاف، بتطلع بالفيل بتاعك هنا على مربع ال F5 أو على مربع ال G4. وأنا رشحت لك النقلة دي لأن أنا بشوفها أفضل، أو مش أنا اللي بشوفها أفضل، يعني المصادر اللي أنا بذاكر منها بتقول إن النقلة دي أفضل. اوكي، تعال نشوف مثلا لو هو لعب نقله شرسه زي دي بتطلع تقف في وشه. وكده كده متفقين انه اصلا اساس البيدق ده دايما بيطلع على الاي 6. اوكي، هينتشر مثلا بالفيل بتاعك يا عم، خليها يظبط لك الحصان. متفقين ان الفيل ده في الغالب بيجي هنا، او ممكن تطلع تربط الحصان ده على حسب يعني شكل الماتش. طبعا في الوضع ده يفضل انك تيجي بيه هنا عشان لو اكل تاخد بالفيل بتاعك تاني. اوكي، هيبيت بنسبة كبيرة. تقدر انت دلوقتي تبيت او تيجي بالحصان على مربع الدي 7، ودي اصلا النقلة الطبيعية اللي احنا متفقين عليها. او تلعب النقلة المنطقية التانية اللي دايما قلنا عليها برضو، هي السي 6. اوكي، هنفترض يا سيدي ان هو مثلا جاب الرخ على العمود، هتطلع بالحصان بتاعك وبعدين هتبيت وبعدين هتكمل ماتشك عادي جدا. اوكي طيب، تعال اسألك سؤال. ايه هي الاهداف الرئيسيه اللي بيحاول يعملها الاسود في الشكل ده لو انت بتلعب الاسكندنافيان ديفense؟ بص، انت عندك خطتين رئيسيين في الاسكندنافيان ديفنس وفي التفريع ده تحديدا، وفي تفريعات الاسكندنافيان خاصه كمان، اللي في التفريع اللي شرحناها في الحلقه اللي فاتت اللي هو كوين على الاي 5. انك انت تبتدي تضرب المركز مباشره، يا اما بنقله الاي 5،
يا اما بنقله السي 5 وافضلهم السي 5. السي 5 يعني ايه تضرب المركز؟ يعني تدفع البيدق ده فيضطر مثلا ان هو ياكل بيدق في بيدق، فتبتدي تحتل المربع ده بالحصان بتاعك. اوكي، وبعدين تبتدي هجوم على جناح الوزير. ده اساس الهجوم في الاسكندنافيان ديفنس. يا اما بتهاجم على المركز، تبتدي ان انت تحشد قطعك في المركز وتهاجم على السنتر وتسيطر على السنتر اللي هم الاربع مربعات دول، او ان انت تهاجم من جناح الوزير. يعني مثلا لو انت دفعت البيدق ده فهو اكل فطلعت بالحصان بتاعك، بعدين تقدر الكوين بتاعتك تيجي مثلا على مربع زي البي 6 وتبتدي تشن هجوم على جناح الوزير، وبعدين ممكن الرخ دي تيجي هنا او هنا وتبتدي تكمل ماتشك. دي الافكار الرئيسيه بتاعه الافتتاح الاسكندنافي. هو اصلا ايه ميزه الافتتاح الاسكندنافي؟ معلش لو اطول عليك، انه اصلا افكاره شبه ثابته وواضحه وبسيطه وسلسه، من غير انت مش محتاج تحفظ نقلات قد ما انت محتاج تحفظ او تفهم الافكار الرئيسيه بتاعته. طيب تعالى دلوقتي هوريك شكل تاني بعد رجوع الوزير على الدي 8 مختلف. التفريع ده اسمه التفريع البرتغالي او الهجوم البرتغالي من الدفاع الاسكندنافي. مشينا نفس الخطوات اللي احنا خلاص متفقين عليها لحد ما الوزير رجع على الكوين دي 8. بيدفع الابيض البيدق، بتطلع بالحصان بتاعك. بعد ما بيطلع بالحصان بتاعه، النقلة دي تحديدا هي اللي بتميز الهجوم البرتغالي ده او التفريع البرتغالي من الدفاع الاسكندنافي. نقلة بيشوب على الجي 4، رابط الحصان على الوزير اللي موجود على مربع الاف 3. اوكي، بعد كده بيكمل عادي الابيض انتشاره. خلاص بنطلع بالنقله المعروفه بتاعتنا اللي هي بيدق على الاي 6 وبعدين بيدق السي 6 وبعدين هنا الاسود سوري الابيض قام مبيت. بعدين احنا طلعنا بالبيدق بتاعنا على سي 6 زي ما بننتشر، ثم دفع بيدق الاتش 3 عايز يطرد الفيل. ما بنتراجعش بالفيل بل بنفضل ماسكين الوتر ده بتاع الحصان اللي موجود على الاف 3. بعدين بينزل بحصانه مثلا في المربع الجامد جدا ده اللي هو مربع الاي 5، بنكسر الفيل في الفيل. بعدين بياخد بالوزير، بنطلع بالحصان بتاعنا زي ما متفقين على اهم موقع ليه دايما اللي هو حصان على الدي 7. بعدين هنا الاسود بينتشر بالروك بتاعته مثلا بيحطها في موقف افضل. اوكي، بنطلع خلاص حفظنا مكان الفيل ده دايما بيبقى على الاي 7. بعدين انتشر بفيله. طبعا هو مش شرط ان هو يجيب الفيل هنا، ممكن يجيبه هنا، ولكن احنا افكارنا زي ما هي بنبيت. بعد ما بيتنا الملك بتاعنا جه هو عايز يجوز الرخين دول على عمود الدي. اوكي، هنا بقى والفرق بدأ الاختلاف يظهر عن التفريعات اللي فاتت. لعبنا حصان على مربع الدي 5. اوكي، بالمنظر ده. لو اخد الحصان بنرجع ناخد بالبدأ بتاعنا، وده الشكل النهائي لما يسمى بالتفريع او الهجوم البرتغالي. اوكي، حصان على الدي 7، البيشوب بتاعنا في المكان الطبيعي بتاعه، عندنا بدائين قويين جدا في المركز ومبيتين في جناح الملك. لو بصيت كده هتلاقي ان جناح الاسود او سوري جناح الملك الابيض مكشوف، وانت وضعك دفاعيا افضل منه. اضافة لايه بقى؟ بعد ما احنا شفنا الهيكل ده، بتبتدي انت كاسود تتحرك بالكوين بتاعتك على مربع البي 6 على سبيل المثال. الروك بتاعتك بتيجي على السي 8، وتقدر بعد كده تدفع البيادق ديت وتبدأ هجومك على جناح الوزير. خد بالك في معظم تفريعات الاسكندنافي اصلا الهجوم بيبقى يا اما على جناح الوزير بتاعك، اوكي، اللي هو الجناح ده، يا اما على المركز. يعني يا اما لو افترضنا ان البيدق ده كان لسه هنا زي ما هو، بتدفعه بنقلة السي 5 وتكسر المركز مباشرة. اوكي، وخد بالك انت دايما بيبقى معاك البدء اللي على الاي 6 ده مقوي موقفك في المركز، او انك انت زي ما قلنا بتبتدي تهاجم على جناح الوزير بتاع اللاعب الابيض. هنا خد بالك ممكن اللاعب الابيض يخطئ ويبتدي ان هو يدفع البيادق بتاعته لو هو عايز يعمل عليك هجوم على جناح الملك، ولكن انت تبتدي تكسب الاضعافات. اصلا ميزه الهجوم البرتغالي ان هو بيعمل اضعافات زي ما احنا شايفين. على سبيل المثال المربع ده اللي هو مربع ال H2، اوكي، بعد ما هو دفع البدع عشان يمشي الفيل بيعمل اضعافات حوالين جناح الملك، فانت تقدر ان انت تستغلها وتهاجم عليه لو انت حابب تهاجم في جناح الملك مش جناح الوزير. وده في حالة لو هو دفع البيادق دي وبدأ ان هو عايز يعمل
هجوم على جناح الملك بتاعك. الموضوع بسيط جدا والافكار بسيطه جدا زي ما وضحت لك. تاني، دي ميزه الدفاع الاسكندنافي، افكاره واضحه جدا. اصلا معظم القطع في البوزيشنز الاصليه بتاعتها في معظم التفريعات، وعندك سنتر قوي، ويا اما بتهاجم على السنتر يا اما بتهاجم من جناح الوزير. وفي بعض التفريعات التانية كمان بتستغل الفرصة، والبيدق ده اللي على الاي 6 يندفع ويطلع على بيدق الاي 5. اوكي، بس طبعا ده في تفريعات تانية او في اشكال مختلفة تانية، وابتدي انك انت تسيطر على المركز. طيب، شرحنا تفريعين في الدفاع الاسكندنافي وشوفنا الافكار بتاعتهم. تعالى بقى جايب لك ماتش يا ريس بين مين ومين. ماجنس كارلسن تاني وفابيانو كاروان. وماجنس هنا بيلعب الدفاع الاسكندنافي، ولقيت لك ماتش الى حد ما يشبه التفريع اللي احنا لسه شارحينه من شويه، الى حد ما مش بالظبط بس شبهه. خلاص، كل النقلات اللي احنا شفناها ماجنس بيلعبها. بص، خرج بالفيل، اوكي، مهدد او رابط الحصان على الوزير، ولكن انا قلت لك هو شبهه لكن هو مش بالظبط. المهم يا سيدي، بيحاول يطرد الفيل، بس هنا ماجنس اخد الحصان، رجع اخد بالوزير بتاعه. بعدين تراجع بالحصان بتاعه لورا عمنا فابيانو، طلع بالبيدق. هنا لو انت بصيت هتلاقي ادي الاستراكشر اللي احنا متفقين عليه خلاص بتاع الدفاع الاسكندنافي. هنا ماجنس طور وزيره، ما سابوش بعد ما رجع بيه في الدي 8، طلع بيه تاني على مربع الدي 5. اوكي، هنا طبعا يقدر الباشا ده ان هو يكسر وزير في وزير، واتوقع ماجنس هياكل بالبيدق ده لو كان اكل، ولكن هو ما اكلش وزير في وزير. قال له يا عم ماجنس، عايز تيجي انت يا باشا كل وتطور لي الفيل بتاعي، انا ما عنديش اي مشاكل. ماجنس ما اكلش، كمل الانتشار بتاعه بالحصان بتاعه عادي جدا. خد بالك انه حتى لو اكل الفيل ده ما يقدرش يرجع ياكل تاني، لان في حصان ضاغط على مربع الدي 5. اوكي، وبعد كده، ودي اصلا من اشهر تفريعات او اهم مميزات الدفاع الاسكندنافي، خاصه في التفريعين اللي احنا شرحناهم من شويه، ان انت بيبقى عندك سيطره قويه على المربع ده اللي هو مربع الدي 5. دخل بالوزير بتاعه لجوه طبعا، خاص كان جايب تيمبو طبعا. اتحرك الوزير، جه هنا فابيانو كروانا بيقول له يلا نكسر وزراء. كسر اكل بالبيدق وفتح طريق الرخ بتاعته. بعدين هنا بقى ماجنس كارلسن غير، اوكي، بدل ما يطلع بيه على الاي 7 المكان المعتاد للبيشوب، لا طبعا نقله منطقيه جدا، بيست موف على الانجن. خرج بيه لانه في وترين مفتوحين بشكل كامل للفيل بتاعه، فبدل ما يسيبه هنا في مكان باسف شويه، لا جابه على مربع الدي 6. نقله ممتازه من ماجنس. بيهاجم بقى عمنا فابيانو كاروانا في جناح الوزير، دفع البيدق خطوتين لقدام. هنا ماجنس كارلسن دفع البيدق ده، بيدق على مربع الاي 6. وانا مش ماجنس كارلسن، ولكن توقعي ان ماجنس خايف او عايز يوقف الزحف البيداقي اللي يقدر يعمله فابيانو كاروانا على جناح الوزير، رغم ان الانجن كان شايف ان النقله دي افضل بكش بيشوب على البي 4 بكش. ولكن ماجنس لعب دي. المهم يا سيدي، بيكمل الماتش، بينتشر بالفيل بتاعه عمنا كروانا، بيت ماجنس كارلسن هنا في جناح الوزير تبييت طويل. وده بعكس التفريعات اللي احنا شرحناها من شويه، اللي كان الملك بيبيت قصير. ولكن طبعا زي ما قلت لك، دايما انت بتلعب حسب مجريات اللقاء او حسب ما انت شايف، مش شرط تمشي على الخطه بالحنتوفه او بالظبط. وده من ميزات على فكره الدفاع الاسكندنافي، مش من عيوبه، ان هو اسلوبه مرن، افكاره واضحه، وبتلعب على حسب الماتش اللي قدامك. المهم يا سيدي، بيت فابيانو كروانا طويل، وبصراحه بالنسبه لي نقله غريبه، لانه جناح الملك اصلا مكشوف، معرفش هو ليه ما بيتش قصير. بس المهم هو بيت في الجناح، ولو حتى والله كان بيت قصير يعني كده كده الجناحين مكشوفين. المهم هو بيت طويل. المهم ماجنس هنا جاب الرخ بتاعته، وبعدين بقى اتحرك بالحصان، رجع بالحصان بتاعه هنا، طبعا عايز يجيبه هنا، نقله واضحه جدا. المهم اتحرك بالفيل، جاب الحصان مكانه، دفع البيدق الفيل. الدفع هنا قال له عايز كروانة ياكل، وبعدين يدخل بيه الحصان بتاعه في بوزيشن قوي جدا مربع الاف 4. هنا كروانة عايز يطرد الحصان ده من هنا، اخد فيل في فيل، بعدين اخد بالبيدق، بعدين تراجع الحصان تاني، دفع عليه بيدق. المهم يا سيدي، دفع البيدق، قال له ما تتقدمش اكتر من كده. بيمشي الحصان، امشي يا حصان، الحصان مشي. المهم بقى شوية نقلات، جه هنا قال له كش يا ريس، اتحرك الملك. وبعدين رجع الفيل، راح الحصان للمكان اللي هو اصلا كان عايز يجيله من الاول خالص، مربع الجي 5، مكان قوي جدا للحصان. و والله الحصان ده ما عندوش المربع ده دلوقتي، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل في الماتش. المهم يا سيدي،
عمالين بقى ياكلوا بادئ فبادئ. انا مش عايز اطول عليك الماتش، انا بس عايز اوريك الافكار الرئيسيه اللي حصلت. المهم هنا اخد بدأ في بدأ، طلع بالملك بتاعه بيهدد الحصان. وهنا ماجنس لعب نقله، الكمبيوتر مش عاجباه النقله ديت، ان هو طلع بالحصان بتاعه على مربع الاف 3. طبعا كده كده الحصان ده محمي بالرخ فمفيش مشكله. بيدفع هنا فابيانو كاروانا البيدق وبيكسب مساحه على جناح الوزير. المهم جه هنا ماجنس بالرخ بتاعته، قال له تعالى نكسر. ماجنس قام مكسر الرخ في الرخ. المهم اخد البيدق طبعا المجاني اللي كان موجود هنا، نزل بالرخ بتاعته، اتحرك حمى البيدق بتاعه بالرخ، طلع بالرخ تاني فابيانو كاروانا. المهم زق البيدق نزل بالرخ. خلاص احنا دخلنا دلوقتي النهايات، وهنا كل دي نقلات عادية جدا. انا بس عايز اوريك اللي حصل في الاخر. فاكرين لما شرحت لكم واحنا بنشرح التفريعات اللي في اول الفيديو ده، وقلت لك انه الاسود بيبقى عنده سنتر قوي جدا؟ فاكر لما قلت لك ان انت لما تدفع البيدق ده على السي 6 بعدين يتاكل في بيدق الدي 5 فبيبقى عندك سنتر قوي بالبدائين دول؟ بص دلوقتي البدائين دول مترابطين ازاي وازاي هيفرقوا في نهاية الماتش. بص البيدق اتدفع تاني في حماية الحصان، تراجع بالملك بتاعه. هنا ماجنس اخد حصان في حصان، ماشي اكل بكش، طلع حمى البيدق بتاعه بالملك عمنا ماجنس كارلسن. وهنا فابيانو كاروانا سواء بقى استسلم سواء وقته انتهى خلاص. اللي هيحصل دلوقتي انه البيدق ده بقى جاهز ان هو يدفع ويرقي. خد بالك ان انا كماجنس دلوقتي قادر ان انا اجي بنقله عبقريه جدا من وجهه نظري، وهي رك على الاف 8 وادفع اجيب الرخ دي هنا او اجيبها هنا، اقطع طريق الملك ده اصلا من ان هو يتحرك نهائي، وبعدين ادفع الملك بتاعي وادفع البيدق ده مره في التانية وارقيه واجيب وزير. وهنا انتهى الماتش وماجنس كسب. انت كابيض هنا او كفابيانو كورونا اصلا ما تقدرش تعمل حاجه، هتاخد بدأ في بدأ، هاخد يا باشا بالبدأ بتاعي وهقف في وش البدأ بتاعك. ولو طبعا دفعت البدأ فانت ريحتني وقفلت السكه خالص. وبالتالي انتهى الماتش وماجنس كسب بنفس التفريع او بتفريع يشبهه شويه زي اللي احنا شرحناه. اتمنى انك تكون استفدت من الحلقه دي، استفدت من ماجنس كارلسن واستفدت من التفريعين اللي احنا شرحناهم في الاول. لسه هنكمل مع بعض دروس الدفاع الاسكندنافي، لسه في شويه تفريعات مهمه، وبرضه هجيب لك ماتش بعد كل درس، ومش هحاول ان انا اطول على قد ما اقدر في الماتش عشان انت تستفيد. وفي النهايه استاذنك ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتابع معايا السلسله دي للنهايه، واشوفك الحلقه الجايه.